السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد ليسون 4. احنا النهاردة هنشتغل على ازاي نقدر نتعامل مع السكوير روت والكيوب روت. بص يا باشا، تعال نتفق اولا ان في حالة السكوير روت والكيوب روت، مثلا نديك مثال. لو عندك مثلا روت 3 بلس روت 12، لو عندك روت 3 بلس روت 12 تقدر تعمل ايه يا باشا؟ تقدر تعمل لهم عملية زي ما انت شايف ملتبلاي. هتحط الروت بره وال3 ملتبلاي ال12. نفس الكلام على الكيوب روت. لو عندك سؤال في كيوب روت وفي ملتبلاي تقدر تحط الكيوب روت بره وتقدر تعمل ملتبلاي للحاجات اللي موجوده جوه. نفس الكلام برضو على الديفيجن، تقدر تحط السكوير روت موجود بره وتعمل كانها 12 ديفايدد 6. تمام. برضو الكلام بيطبق على الكيوب روت، تقدر تاخد الكيوب روت بره وتقدر تعمل ديفيجن اللي موجودين جوه. طب ده نستفاد منه في ايه؟ ده نستفاد منه بشكل كبير في عملية السمبليفاي، التبسيط. برضو مش فاهم. بص يا باشا، اولا عشان بس تبقى فاكرين او فاكرين شكل كويس، احنا النهارده هنبدأ نستخدم بشكل رئيسي البيرفكت سكوير والبيرفكت كيوب. دول هنحتاجهم تقريبا في حل كل المسائل بشكل كبير جدا. تعال نفتكر مع بعض ايه هي البيرفكت سكوير. البيرفكت سكوير هي عبارة عن 1 باور 2، 2 باور 2، 3 باور 2، 4 باور 2، 5 باور 2، و 6 باور 2، اللي هي 2 ال 4 ال 9 ال 16 25 ال 36 49 وهكذا. البيرفكت كيوب اللي هي الارقام 1 باور 3، 1 باور 3 ب 1، 2 باور 3 ب 8، 3 باور 3 عندي بكام؟ ب 27. خليك فاكر ان احنا هنستخدم الحاجات دي بشكل مهم جدا في حل اي مسائل في مسائل السمبليفاي. هنستخدمها هتكون بنفس الشكل اللي موجود هنا. بمعنى ايه؟ تعال نشوف. هناخد مثلا ال 18 دهيت، ماشي؟ تمام. فال 18 دهيت عباره عن ايه؟ عباره عن ملتبلاي 2 نمبرز، اللي هو الكام؟ خليك بقى ركز معايا. اما يديك سؤال زي كده وعايز السمبليفاي، ارجع بيرفكت مين؟ بيرفكت سكوير. تمام. البيرفكت سكوير يا باشا اللي هي كانت كام؟ ارجع لي كده، اللي هي كان عباره عن ال 18. طب ال 18 دي عباره عن كام ملتبلاي كام؟ ال 18 دي اظن فيها ال 9، كانها ال 9 ملتبلاي 3، صح؟ اما 9 ملتبلاي 2. فال 9 دي موجوده فين؟ في البيرفكت سكوير. فانا ببص ايه الرقم اللي موجود عندي في البيرفكت سكوير عشان اقدر اجيبه. فكانها 9 ملتبلاي 2، صح؟ صح. ونستخدم القاعده اللي احنا حطيناها فوق. طب ال 9 دي تطلع بره بكام؟ تطلع بره ب 3. ليه؟ لان ال 9 دهيت عباره عن 3 باور 2 ملتبلاي 2. واي رقم عندك فيه بيرفكت سكوير يطلع بره، يبقى ايكوالز 3 روت 2. او تقدر تقول نفس الطريقه دي هي عباره عن روت 9 ملتبلاي روت 2. طب وروت 9 بكام؟ روت 9 ب 3، فكانها 3 ملتبلاي او كانها 3 روت 2. يبقى هنا يا باشا استخدمنا دي واستخدمنا دي. احنا شفنا بالعربي كده، بالعربي ايه النمبرز اللي بتعمل له ملتبلاي، ورحنا رايحين لمين؟ رحنا رايحين للبيرفكت سكوير اللي موجود عندنا واشتغلنا. بالمناسبه، وعشان اتاكد من الحل بتاعي ممكن تيجي بس تاني تاكد من الحل، تيجي بالكالكوليتر وتعمل له روت 18 وتدوس ايكوالز، هيطلع لك 3 روت 2. يبقى حل صح. ماشي؟ ماشي يا باشا. بس على سؤال زي كده قال لك 5 كيوب روت لل 48. ابص، انا عندي 5
يا ترى ال 48 دي عباره عن ايه؟ ارجع لمين؟ ارجع للكيوب روت اللي موجود عندي. تعال نشوف. وانا بقى عايز اعرف مثلا ال 48 ده اهي ممكن تبقى على ديفايد 27 تنفع؟ ما تنفعش. 27 لان هنا دي 3. طب ال 8 ما دي 2 تنفع. لا استنى، تنفع فيها 6. فكأنها 8 ملتبلاي ال 6. ماشي. طب حضرتك عندك الكيوب روت لل 8 بكام؟ ب 3. احنا عندنا هنا اهو 3 باور 3 2 باور 3 ب 8. تمام. واروح جاي هنا اعمل 5 واروح اعمل هنا كأنها ملتبلاي كيوب روت لل 8 ملتبلاي كيوب روت لل 6. طيب انا عندي الكيوب روت لل 8 ب 2. 2 ملتبلاي ال 5 ب 10. يبقى كأنها 10 كيوب روت لل 6. تمام؟ ماشي؟ طيب باشا، نعم، هل الكالكوليتور هتعمل لنا كيوب روت زي ما عملت لنا السكوير روت؟ الإجابة هي لا، بس تقدر تتأكد منها. بمعنى أنا حليت المسألة وعايز أتأكد إن حل صح، أروح جاي كده على الكالكوليتور كاتب 5 شيفت هنا اهوت 48. طلع الحل بكام يا باشا؟ طلع الحل ب 18.17. ماشي. عايز اتاكد ان الحل بصح، احنا قلنا 10 كيوب روت بال 6 ايكوالز 10.17، يبقى حل صح. طيب تعال نخش على اللي بعدين. احنا دايما مش عايزين لما يكون عندي مسألة يكون عندي الدينوميريتور موجود. اعمل ايه؟ اما يجي لي سؤال زي ده بدخل ده جوه. طب تمام، هدخل ده جوه بكام؟ تعال نبص المسألة. مثلا هنا سؤال، حضرتك ال3 بره دي كأنها كام؟ ال3 بره دي كأنها الكيوب او سوري الروت لل9. صح؟ 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 مش ال3 دي كأنها الروت لل9؟ يبقى كأنها 9 ملتبلاي روت 2 اوفر 3. قلنا لو عندنا الروت موجود ممكن نحط الحاجات اللي تحت بعضها نعمل لها ملتبلاي. فحضرتك تاخد هنا اهوت تدخل ال9 موجوده جوه، فكأنها عباره عن 2 اوفر 3 ملتبلاي ال9 اللي هو هيبقى ايكوالز ديفايد 3 ب 1 ديفايد 3 ب 3 3 ملتبلاي 2 ب 6 او بروت 6 يعني. عايز اتاكد حل عندي نفس الكلام، اروح جاي كده اهو كاتب المساله. انا عندي 3 شيفت مش شيفت ده هنا اهوت، احط هنا اهوت فوق 2 تحت 3 هيديني الحل عندي بكام؟ بروت 6. طيب هجيلك سؤال زي ده ويقول لك فايند السمبليفاي. ركز بقى معايا، ركز معايا بالله عليك. انا هنا هستخدم نفس الكلام بتاع مين؟ هستخدم نفس الكلام بتاع الكيوب روت اللي موجود عندي، سوري سكوير روت. بص، انت لما يجيلك سؤال زي ده انا غالبا هروح اصغر نمبر موجود عندي ملوش بيرفكت سكوير اللي هو ال5 غالبا. غالبا وهبدا اشوف الارقام دي معمول لها ملتبلاي في ال5 بكام. يعني مثلا تعالى هنا اهو ال 45 عباره عن كام ملتبلاي ال 5؟ عباره عن 9 ملتبلاي ال 5. ماشي. ماينس، خد يا باشا هنا اهو 2 وافتح لي هنا الروت. ال 20 ده عباره عن كام؟ عباره عن 4 ملتبلاي ال 5 بلس روت 5 او 2 روت 5. تعال نشتغل هنا. طبعا انت عندك الروت ال 9 الروت بتاعتها ب 3 فكانها 3 روت 5 ماينس ال 4 الروت بتاعتها ب 2. ال 2 هتطلع بره هيبقى 2 ملتبلاي 2 ب 4 روت 5 بلس 2
روت 5 هيبقى ايكوالز كام؟ هيبقى ايكوال ده ماينس ده بلس ده، ده ماينس ده بلس ده، دي كأنها 3 ماينس ده كأنها 5 ماينس ال 4 يديني 1، يبقى كأنها 1 ملتبلاي روت 5 اللي هي 5 او روت 5. يبقى حضرتك بصيت هنا، بصيت وبدأت تحول المسألة واحدة بواحدة ستيب باي ستيب. ماشي؟ طيب تعالى على اللي بعدين. لو بصينا للسؤال ده، سؤال زي ده حضرتك لو بصيت له، انا عايز حاجه تكون اقدر اجيب عليها زي ما قلت لك البيرفكت سكوير. طب ال 18 دي عباره عن كام؟ عباره عن 2 ملتبلاي 9. فيبقى 2، ال 18 عباره عن كام؟ قلنا 2 روت 9 صح؟ قصدي سوري 2 ملتبلاي 9 صح؟ ماشي. بلس انا طالما عندي هنا، انا عندي ال2 هي اللي موجوده، ان ال9 هتطلع بره. خلي بالك ال9 هتطلع بره صح؟ صح؟ لان ال9 هتطلع لما تاخد الكيوب روت سكوير روت ال9 تطلع 3 بره. فغالبا انا هستخدم ال2. ال2 غالبا اللي هتبقى متكرره فيهم كلهم. ال50 عباره عن كام؟ عباره عن 2 ملتبلاي 25 ماينس هنا ال6. انا قلت لك ال6 لو موجوده بره تعمل لها تاخدها، ما هي بتخش جوه هتخش بالايه؟ بالسكوير بتاعها كانها 36. تمام؟ فهتاخدها هنا اهو، هيبقى 1 اوفر 2 ملتبلاي، مش احنا قلنا ان ال6 هتبقى روت 36 ملتبلاي 36. ماشي. اما اخد ال 36 ال 36 ديفايد 2 هيديني كانها نيجاتيف 18. تمام؟ ماشي. نيجاتيف 18 اللي هي عباره عن كام يا باشا؟ اللي هي عباره عن 2 ملتبلاي 9. دايما زي ما انتم شايفين هتلاقي عندك البيرفكت سكوير في موجوده في كل واحده. ال9 هنا موجوده 9، ال 25 هنا موجوده، وال9 هنا موجوده. طب تعالى نحل. ده هتبقى كام؟ ده هتبقى كانها 4 روت 9. سوري ما ال 9 يطلع بره ب 3 هتبقى 6 روت 2 بلس ال 25 اللي موجوده بره هتطلع 5 فكانها 5 روت 2 ماينس دي هتطلع بره ب 3 يبقى كانها 3 روت 2. دول كلهم كانهم روت 2. ده كانها ده من او 5 ماينس ده بيدينا 2، وده يبقى 8 روت 2. مستر نعم. طبعا حياتك المساله بالستبس وبالخطوات. هل ممكن احل المساله بطريقه بالكالكوليتور؟ بص يا باشا، هاخد سؤال يعني مثلا اول واحد 2 روت 18 ايكوالز هيديك 6 روت 2. اللي بعدها روت 50 ايكوالز 5 روت 2 نيجاتيف اهوت 1 اوفر 2 ايكوالز نيجاتيف 3 روت 2. تمام؟ وبدات احل عندي. فالسكوير روت بتقدر تحله بالكالكوليتر، انما الكيوب روت ما تقدرش تحله بالكالكوليتر. تمام؟ طيب تعالى السؤال اللي بعديه. مديني سؤال زي ده. خليك فاكر بشكل كبير ان لما يكون عندك زي ما انت شايف ال3 ده مش بيرفكت سكوير، هو رقم لوحده، فغالبا هيبقى كل اللي موجودين غالبا ما قلتش اكيد هيبقوا مضروبين في ال3. يعني كأني هاخد هنا اهو، هاخد الكيوب روت لل 24. طب ال 24 دي عباره عن كام يا باشا؟ عباره عن كام تايمز 3؟ عباره عن 8 تايمز 3
بلس هاخد برضو هنا كيوب روت لل 3 ماينس انا عايز الكيوب روت لل 80 للكيوب روت لل 81 اروح جاي هاخد 81 ديفايد 3 يطلع عندي كام؟ يطلع عندي 27 فكانها 27 ملتبلاي 3. دايما هنا هتلاقي حضرتك اللي معمول له ملتبلاي في ال 3 هو البيرفكت كيوب. يعني هنا اهو ال 8 البيرفكت كيوب بتاعها بكام؟ ب 2. اعمل كده اهو لل 3 بلس البيرفكت كيوب هنا ببيرفكت كيوب 3 سوري بكيوب 3 كيوب روت يعني ماينس هنا الكيوب روت انت حضرتك كده ال 27 تطلع بره ب 8 صح؟ 27 تطلع بره بكام؟ ب 3. ليه؟ لان عندك الكيوب روت لل 27 ب 3. ماشي. بعد كده تاخد هنا اهوت ادي الكيوب روت لل 3 وبعدين نبص حضرتك هنا عندك ادي كيوب روت وادي كيوب روت وادي كيوب روت نعمل لهم بلس 2 بلس 1 3. ماشي. تو بلس 1 3 احنا عندنا هنا دي عبارة عن كام؟ دي 2. معلش انا في هنا ما قلتش الرقم فالمفترض دي تبقى 6. دي هنا في 2 يا جدعان فلما يطلع ال 3 بره هتبقى 2 ملتبلاي 3 ب 6. يبقى هنا عندنا ادي كيوب روت لل 3 ده 3 ماينس ده 3 ماينس ال 6 دي نيجاتيف 3. عايز تتأكد من حل افتح الكالكوليتر اروح جاي هنا اهو 24 بلس كيوب روت 3 ماينس كيوب روت 81 ايكوالز استنى هنسيب هنا نحط ال 2 انزل تحت. طب اهو ايكوالز طلعت لك نيجاتيف 4.3. تعال نعمل الرقم اللي احنا عملناه هنشوف يطلع نيجاتيف 4.3 ولا لا. نيجاتيف 4.3 يبقى حل صح. طبعا هنا طبعا واحد يجي في الامتحان يكتبها لي كده هياخد صفر. او السكوير البيرفكت سوري الروت السكوير روت بتحلها لكن البيرفكت سكوير ما بتحلهاش بيديك ديسيمال. طب والديسيمال استخدمه في حل المسائل. تمام ماشي. تعال نحل سؤال زي ده. لا تنسى يا عزيزي الحاجات اللي احنا خدناها في السنين اللي فاتت. يعني هنا ده كأنه الاولاني باور 2 ماينس التاني باور 2. ما تنساش الكلام ده. الاول باور 2 ماينس التاني باور 2. هنا بعمل ملتبلاي الاول واعمل ملتبلاي التاني. طب هنا الاولاني باور 2 ماينس التاني باور 2. طب هنا الاول باور 2 ماينس التاني باور سوري بلس التاني باور 2 فيرست باور 2 سكند باور 2 فيرست ملتبلاي السكند ملتبلاي 2 ونحط الساين اللي في النص. تعال نحل. تعال نحل مثلا السؤال رقم مثلا نحل يعني واحد فيهم وليكن ده وبعدين نحل ده. تعال نبص على ده كده. اما تبص على ده ملتبلاي ده ما هو ده كأنه ملتبلاي باور 2 يبقى كأنها 3 روت 2 باور 2 ماينس 5 باور 2 ب 25. طب ده باور 2 3 2 ملتبلاي 3 ب 9 والروت 2 اما ال 2 هتطير الروت يبقى كأنها ملتبلاي 2 يبقى 18 ماينس 25. طب اللي بعده
اللي هي دي. اما اديك سؤال زي ده تعمل فيه ايه؟ سؤال زي ده يا باشا، الاول باور 2 اللي هي كانها ب 2 بلس التاني باور 2 اللي هو كانها بكام؟ ب 6 بلس فيرست ملتبلاي سكند ملتبلاي 2 يبقى كانها 2 روت، انا ممكن اقول روت 2 ملتبلاي روت 3. طب سوري، روت 2 ملتبلاي روت 6. طب روت 2 ملتبلاي روت 6 اللي هو بيديني كام؟ 2 ملتبلاي 6 ب 12. يبقى دي كانها 8 بلس 2 روت 12. طب ال 12 دي يا باشا هل ممكن اجيبها بالبيرفكت سكوير؟ ال 12 عباره عن كام؟ عباره عن 3 ملتبلاي 4 صح؟ ال 12 مش عباره عن 3 ملتبلاي 4 صح؟ صح. 3 ملتبلاي 4 تاخد مش البيرفكت سكوير ال 4 فتطلع بره ب 2 ويبقى هنا 3. ماشي؟ طيب يبقى ده ادي حل مين؟ ادي حل ال 12. شيل بقى ال 12 وحط النمبر، يبقى 2 ملتبلاي 2 اللي هي عندنا 4 وروت كام؟ روت 3. طيب يا باشا انا حليت السؤال ده، عايز تتاكد من حله، ممكن تجيب هنا مش تمشيها واحده بواحده وبعدين تعمل هنا اهو ملتبلاي، يبقى 2 ملتبلاي روت 6 ملتبلاي روت 2 وتدوس ايكوال، هيطلع لك الحل 4 روت 3. يبقى هنا تاني يا باشا في السكوير روت اقدر احل السؤال واتاكد من السؤال باستخدام الكالكوليتر وحلك مش هيطلع غلط. في الكيوب روت ما تقدرش تستخدم كده لان حضرتك ممكن تواجه مشاكل وتواجه اخطاء. ماشي؟ طيب تعال نحل اسئله. خلينا نحل السؤال زي ده. سؤال زي ده، بص يا معلم، اما يجي سؤال زي ده انا لازم ابقى عارف حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ بص يا باشا، انا لازم ابص على السؤال اللي زي ده اشوف فيه ايه؟ اشوف فيه الروت اللي موجود. طب الروت اللي موجود كام؟ الروت اللي موجود هو روت ال 3، فغالبا كل المسائل دي هيكون فيها برضو روت 3. فاخد هنا اهو 2 روت 3 بلس 5 هاخد الروت. هنا يا باشا 27 هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 3 ملتبلاي 9. دايما هتلاحظ ان الرقم لازم يكون مضروب في بيرفكت سكوير، وال9 هي بيرفكت سكوير. ماينس، طب ال 48 معمول كام؟ 3. تعال نجيب الكالكوليتر. 48 ديفايدد 3 equals 16. هل ال 16 ده هي تعتبر بيرفكت سكوير؟ يبقى كانها 3 ملتبلاي ال 16 وتبدا تطلع الارقام عندك. هنا 2 روت 3 بلس 5، لا مش 5 بقى حضرتك، هنا ال 9 ده هتطلع بره بكام؟ ب 3. 3 ملتبلاي ال 5 ب 15 روت 3 ماينس ال 16 دي هتطلع بره ب 4، يبقى هنا هو هتطلع لي هنا روت 3. روت ال 3 هينزل تحت، اعمل بلس الحاجات اللي شبه بعضها. هنا دي تعتبر
دي 17 ماينس ال 4. 17 ماينس ال 4 ب 30. عايزين يا باشا نتأكد ان حلنا صح. نفتح كالكوليتور. 2 روت 3 بلس 5 روت 27 ماينس روت 48 equals 13 روت 3 بحل صح. فانت على فكره انت ممكن تاخدها خطوه خطوه، يعني انت ممكن تجيب اول واحده وتعمل دي في 5 روت 27 وتجيب على الكالكوليتور، بس انا عايزك تعرف الطريقه بتحل بيها وازاي تتاكد من حلك. احنا مش المساله دي، الدرس ده ما ينفعش يطلع عندك غلط، لانك كده كده بتاكد بالحل بتاعك. تمام. طيب. تعالى وليكن نحل السؤال رقم 10. هتبص لي هنا في السؤال رقم 10 تكتشف في حاجه بقى، ان احنا هنا واصلين لارقام كبيره خزعبليه. فاهم؟ وانا يا باشا ايه ايه الاسئله دي؟ ده رقم ضخم. ماشي، واحده بواحده. ال 24 دي عباره عن كام؟ انا بقى عايز اشوف بقى، ما انا عايز اعرف انا ممكن اشتغل ايه في البيرفكت سكوير، او سوري ده البيرفكت كيوب. فال 24 دي عباره عن ايه؟ انا هبص، انا عندي البيرفكت كيوب هو 1، والرقم اللي بعديه كان 8، والرقم اللي بعديه كان 9. طب تعال نشوف هل ال 24 تنفع تتعمل لها ديفايدد الكام؟ ديفايدد ال 8. خدت اصغر رقم، ديفايد ال 8. تمام. فهاجي هنا انا عارف ان ال 24 دهيت عباره عن 3 ملتبلاي ال 8. طب وده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني لاني غالبا الارقام دهيت اللي موجود معاها بيرفكت كيوب معمول له ملتبلاي 3. فاخد الرقم ده كده بص على النبي وراح اقول 129 ديفايدد 3 واشوف الرقم اللي هيطلع 64. هل ال 64 ده هو بيرفكت كيوب؟ اخدها كده اهو 64 طلع لي اب 4. يبقى فعلا يا باشا احنا هنشتغل على مين؟ هنشتغل على ال 3. فكأن اول واحده عباره على 190 بيرفكت كيوب بتاعتها عباره عن 3 ملتبلاي 64 ماينس 3 كيوب روت لكام؟ هاخد الرقم ده برضه اعمل له ديفايد 3. 375 ديفايدد 3 equals 125. فكأنها 125 ملتبلاي 3 بلس. تعال ناخد واحده بواحده. طب ال 64 ده عباره عن كام؟ ال 64 ده عباره عن 4 كيوب روت. ال 64 عباره عن 4، يبقى كانها 4 كيوب روت لل 3 ماينس 3. لا بقى مش هنستنى ال 3. 125 كانها 5. 125 ما هو ده كيوب روت، او ده بيرفكت كيوب بتاع ال 5. فما يطلع بره هيطلع لي 5. 5 تايم النيجاتيف 3 بنيجاتيف 15. نيجاتيف 15 ايه يا باشا؟ نيجاتيف 15 وهنا الكيوب روت عندك دي كانت كام؟ دي 3 بلس. انا عندي ال 8 ده تطلع بره ب 2. 2 ملتبلاي 2 4 كيوب 3. ليه ال 8 هتطلع ب 4؟ سوري، ليه ال 8 هتطلع ب 2؟ لان البيرفكت كيوب بتاع، يعني من الاخر الروت الكيوب روت بتاع ال 8 ب 3 ب 2 قصدي. كيوب روت بتاع ال 8 ب 2، ف2 هتطلع بره 2 ملتبلاي 2 ب 4. وابدا احل. انا بقى عندي هنا الكيوب روت لمين؟ لل 3. ابص للسؤال ده، هنا 4 ونيجاتيف 15 و4 4 و4 8. 8 ماينس نيجاتيف 15 هيديني كام؟ هيديني 7. تمام، هيديني 7 الكيوب روت لمين؟ الكيوب روت لل 3 او نيجاتيف 7 يعني. ما دي نيجاتيف 7. يبقى حضرتك سؤال زي ده بصيت يا ترى ايه الرقم اللي موجود عندي اقدر اشتغل عليه؟ خدت اصغر رقم عندي اجيب منه البيرفكت كيوب اللي هو مين؟ اللي هو النوت 24.
طيب بيرفكت كيوب عندي اللي هي كام؟ اللي هي ال1 ال8 ال27 وهكذا، مش ال9 27. فتبقى طلعت كام؟ طلعت 3 ملتبلاي 8. فالرقم اللي عندي هو ال 3. عملت ديفايد ال 3 طلعت 64. عملت ديفايد ال 3 طلعت 125. خدت بقى البيرفكت كيوب طلعتها بره، يبقى 64 طلعتها بره في 4، 125 طلعتها بره في 5، ال 8 طلعتها بره في 2، واشتغلت حته المساله. ماشي؟ طيب تعالوا اوريكم نحل سؤال زي رقم ده. جالي سؤال زي ده اللي هو السؤال رقم 5 ده. ماشي؟ وده سؤال رقم 5 صح؟ ماشي. لو جينا نحل سؤال زي رقم 5 ده، يتحل ازاي سؤال رقم زي رقم 5 ده؟ تعالى بالراحة كده، بواحدة بواحدة ونبص. بص لي يا باشا، هنبص هنا لايه يا معلم؟ بص يا معلم، اول حاجة هنبص لها انا ايه النمبر اللي موجود عندي اقدر اشتغل عليه؟ هو الايه؟ ب4. طيب الفور ده هو ده نمبر موجود لوحده، غالبا هو اللي هيطلع بنستخدمه فين؟ في بقية المسألة. ماشي؟ ماشي. يبقى نعمل ايه يا باشا؟ هنروح جايين كده بالصلاة على النبي، ونحله. هحله ازاي السؤال ده؟ ببساطة انا عندي ال 32 دي عبارة عن كام؟ اخد اعمل لها ديفايدد ال4. يبقى 32 ديفايدد ال4 يديني 8. ماشي؟ فكانها 3 كيوب روت لل8 ملتبلاي ال4. وطبعا احنا دايما اي مساله غالبا لازم تلاقي النمبر اللي موجود هنا يا اما بيرفكت سكوير يا اما بيرفكت كيوب، وادي بيرفكت كيوب. ماينس، خد هنا يا باشا، هنا 3 وهنا 3 وهنا 4 ديفايدد ده ال4. ماشي. انا عندي هتطلع بره، هتطلع بره بكام؟ ما الايد دي تطلع بره بكام؟ ب2. ليه؟ لان دي قلنا بيرفكت كيوب، وما بتطلع بره هي 2 ملتبلاي 3 وطبعا روت كيوب روت، يبقى المفترض تطلع بره ب2. اما يطلع بره ب2 يبقى 6. 6 كيوب روت لل4 ماينس، لو جاي نشتغل هنا دي كانها 3 صح؟ 3 كيوب روت لل4 اوفر كيوب روت لل4. اما بص، 6 ماينس 3 ب 6، ب 3 قصدي، 3 كيوب روت لل4 وتحت كيوب روت لل4. ايه اللي هيحصل يا باشا؟ الكيوب روت هتطير مع الكيوب روت، الحل يطلع لي 3. تعال نحل سؤال وليكن السؤال رقم 6. بيقول لك الاكس ايكوال الحبه دول كلهم. ماشي؟ ماشي. فالاكس هيبقى ايكوال كام؟ ببساطه الاكس هيبقى ايكوالز انك هتاخد دول ديفايدد الرقم اللي معمول له مع الاكس، ما اللي معمول له ملتبلاي مع الاكس. فحضرتك هتروح جاي كده عامل هنا 2 روت 50 بلس روت 72 ديفايدد روت 32. ماشي. انا عايز اشتغل بقى يا باشا، هدور على الرقم اللي ممكن يشتغل عندي بيرفكت سكوير. طب انا ممكن اعمل ديفايد على ايه؟ طب تعالى نشوف.
ال 32 ده اهي ممكن يتعمل لها ديفايد على ايه؟ على 8. على 8 ما تنفعش، على 4. طب نشوف ال 4. 8 تنفع، يبقى ال 4 عندي. طب هل ال 50 ديفايد ال 4 بكام؟ 50 ديفايد ال 4 ما ينفعش. طب نجرب نمبر تاني. ال 50 دي عبارة عن كام؟ ديفايد ال 2 ب 25. طب ما نجرب يا باشا ال 2. ليه؟ طلعت لي هنا بيرفكت سكوير 25. انا عايز رقم ينفع اليوم كلهم. فال 50 طلعت عندي 2 ملتبلاي 25، وال 25 ده بيرفكت مين؟ ده بيرفكت سكوير. ماشي. طب هجرب ال 72. هل ينفع تعمل لها ديفايد ال 2 ويطلع لي بيرفكت سكوير برضه؟ 72 ديفايد ال 2 طلعت لي 36. يبقى يا باشا نمشي على ال 2. يبقى كانها 2 الروت ال 50 اللي هي عباره عن 25 ملتبلاي 2 بلس. امشي يا باشا. ال 72 دي عباره عن كام؟ 72 عباره عن ايه النمبر 2 نقول 66 ملتبلاي 2. طب والتحت ده عباره عن كام؟ عباره عن 2 ملتبلاي 16. صح؟ طيب نمشي ستيب باي ستيب، ننزل تحت. هناخد هنا، هيطلع هنا ال 25 تطلع بره ب 5. 5 ملتبلاي 2 ب 10، يبقى 10 روت 2 بلس ال 36 تطلع ب 6، يبقى 6 روت 2 اوفر ال 16 السكوير روت بتاعتها ب 4، يبقى 4 روت 2. وبعدين تعالى نعمل بلس، ده بلس ده يبقى 16 روت 2 اوفر 4 روت 2. الروت 2 هيروح مع الروت 2، ديفايد ده ب 1 ديفايد ده ب 4، يبقى الحل طلع عندي في اكس ب 4. عايز اتاكد من حل بمنتهى الهدوء. هو فين السؤال؟ طب ما تيجي بص اوريك حاجه اجمد شويه. ما تيجي نحلها other equation ونشوف يطلع حل عندنا ينفع ولا لا. يعني انت لو عايز تحلها بالكالكوليتر روح جاي هنا اهو. عاوز الفا فين الاكس؟ روت 32 وادوس هنا الفا كالك، لا استنى نطلع براها. الفا كالك 2 عايزين ناخد الشيفت لان ناخد الروت عادي، ده الروت العادي 50 بلس الروت العادي 72 وندوس شيفت كالك وندوس ايكوال طلع اكس عند 4. طبعا واحد برضو ذكي يقول لي وانا اروح استخدم الكالكوليتر واحلها على طول. لا يا باشا ما تستخدمش الكالكوليتر وتحلها على طول. ده سؤال جاي في الامتحان عليه 3 درجات، هتروح تحله تقول له ده الفر؟ يعني خلي عندك شويه لوجيك. يعني انا حتى لو راجل عايز اضحك على الراجل اللي بيصحح فاقول له حاجه امشي له ستيب باي ستيب. هنا 32 اهو، الروت 32 بكام؟ ب 4 روت 2، واجيب الروت ال 50 واجيب الروت ال 72. انا مش عايز اقول لك من الاول ان انت ممكن تاخد المساله بدون ما نجرب اي حاجه. اقول 32 طلعت لي كام؟ طلعت لي 4 روت 2، يبقى انا عارف ان الرقم اللي هشتغل عليه هو ال 2 بس. بس انا مش عايز اقول لك كده لان كده احنا بنحل 90% من الدرس بالاله الكالكوليتر. بس انا بقول لك كده ليه؟ يعني انا بجيب لك الستبس دي بقول لك ليه؟ عشان حضرتك في الامتحان ما تحلش السؤال غلط. انت دلوقتي اي سؤال ما ينفعش تحله غلط لان معظم الاسئله دي سهله جدا تحلها. انت لو كتبت على الكالكوليتر هيطلع لك الحل الصح. ده في البيرفكت، ده في الروت سكوير او السكوير روت. ده في البيرفكت او الكيوب روت هيطلع لك نمبر بالديسم. طيب تعالى بقى انا احل سؤال زي ده مثلا.
فرضا انا حليت، طبعا ده انت هتروح شوف التن عباره عن كام، عباره عن 2 ملتبلاي ال 5، فالتن مش هينفعنا، فما ملوش بيرفكت سكوير، فغالبا التن هيفضل زي ما هو. هنروح لل 80، ال 80 عباره عن 10 ملتبلاي ال 5، هنروح عندها عباره عن 27 ملتبلاي ال 10، ال 8 دي لما تطلع بره تطلع ب 2، ال 72 تطلع بره تطلع ب 3 وهكذا. طب انا ممكن احل السؤال ده برضه بالكالكوليتر اتاكد من حلي؟ ازاي؟ زي ما تحل زي ما حلناه عادي، زي السؤال اللي فات، تكتب هنا الفا اكس وتشتغل عادي هيطلع لك الحل. ماشي. طيب انا عايز سؤال زي ده، تعال نحل سؤال طويل شوية. ده عبارة عن ايه؟ قال لك a بلس b باور 3. هو المفروض احنا الباور 3 دي اصلا ما خدناهاش صح؟ طيب بس هنشتغل عادي. تعالى يا باشا نشتغل على السؤال ده. هو مديك a بلس b باور 3، اعمل ايه يا باشا في السؤال اللي زي ده؟ تعال نحل. a بلس b، a بلس b يبقى اخد ال a بكام يا باشا؟ كنا بس عشان بس ما نقعدش نلف اهو، بده وده وده وده، صح؟ صح. طب ده بلس ده بيدينا هنا 2 روت 5، ده ما ده بيدينا 0. قلت برضه ما بدي احسن ما خدناش. ده بيدينا 0، يبقى كأن الرقم كله عبارة عن كام؟ عبارة عن النمبر ده باور 3، صح؟ طيب النمبر ده باور 3 كأنها 2 باور 3، 2 باور 3 بكام؟ ب 9 ملتبلاي الكيوب روت لل 5. طبعا هنا الباور 3 طيع الكيوب روت يديني 5، فكأنها طيب ملتبلاي ال 5 ايكوال 40. فأنا فكرت سؤال صعب طلع سؤال سهل، يا ريتني كنت حليته. طيب انا شايف الاسئله كلها سهله. طب استنى كده، هنحل اللي بعديه، نحل اللي بعديه لان انا شايف اللي بعديه قد يكون فيه ايه، قد يكون فيه فكره. طب تعال نحل اللي بعديه. بص يا باشا، انا عندي اما يبقى تو نمبرز معمول لهم ملتبلاي في بعضهم ومختلفين في الساين، يبقى الاولاني باور 2 التاني باور 2. ماشي، الاولاني باور 2 التاني باور 2. ماشي. طب ما هناخد الاولاني باور 2، يبقى هنا روت 5 باور 2، او كيوب روت لل 5 باور 2 ماينس كيوب روت لل 2 باور 2. ماشي. طب انا يا مستر متلخبط، طب ما تعملها على الكالكوليتر، تعالى كده نشوف هتعمل ايه. فهتروح واخد هنا اهو، تعمل هنا براكت وتروح واخد كيوب روت، هو غالبا مش هتتحل بس هنجرب. الكيوب روت لل 5 ايكوالز، وناخد النمبر ده باور 2، هيطلع لك بالديسمال صح؟ ماشي فكك. هنحل السؤال ده ازاي؟ بص يا باشا، انت عندك معنى الكيوب روت ايه؟ سوري الباور 2 ايه؟
كانها النمبر معمول له ملتبلاي في بعضه، صح؟ ماشي. يبقى حضرتك لو عندك هنا اهو روت 3 باور 5 ملتبلاي روت 3 باور 5، او سوري روت 3 روت كيوب روت، سوري كيوب روت لل5 وكيوب روت لل5. مش الباور 2 معناها متكرر مرتين؟ يبقى هتاخد النمبر بره اللي هو الكيوب روت، وال5 ملتبلاي ال5 ب 25. نفس الكلام على ده، كانها كيوب روت 2 ملتبلاي كيوب روت 2، يبقى كانها كيوب روت 2 ملتبلاي 2 4، يبقى كيوب روت 4. ماشي ماشي يا جماعه، تمام. بس طب السؤال اللي بعديه عشان بس ما كملنا السؤال رقم 3 كله. انا عندي هنا a باور 2 ماينس b باور 2، واحنا كنا بنحل في انهي سؤال؟ كنا بنحل في ده صح ولا انهي ولا التاني؟ لا كنا بنحل في ده، انا اسف كنا بنحل في ده. احنا خدنا ده، يبقى ده قلنا الاولاني باور 2 ماينس التاني باور 2. طب التالت رقم 3، رقم 3 ده شويه هيطلع لك سؤال مهم عندي. ايه هو؟ وده ربما ناخده شويه في المستقبل. اما يكون عندي a باور 2 ماينس b باور 2. طيب ال a باور 2 ماينس b باور 2 ده بيعبر عن ايه يا باشا؟ بيعبر عن كأن عندك عكس دي. يعني ايه يا باشا؟ يعني ايه باور 2 ماينس b باور 2 ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي a بلس الb، ماشي، ملتبلاي a ماينس الb. يعني ايه يا باشا؟ يعني حضرتك انت بصيت هنا اهوت، مش دي هي زي دي بالظبط. عندنا a باور 2 ماينس b باور 2 بيمثل a بلس الb ملتبلاي a ماينس الb. مش احنا كنا لسه عندنا على المساله دي اما قلنا ناخد اولاني باور 2 والتاني باور 2؟ ما دي هي دي، صح؟ صح. مش دي هي دي، صح ولا لا؟ صح. وخليك حاطط القاعده دي عندك، ان ال a باور 2 ماينس ال b باور 2 هو عباره عن ال a بلس ال b ملتبلاي a ماينس ال b. فحضرتك هتجيب ال a هنا اهوت، هتروح عامل لها بلس ال b، وهتروح جايب ال b، هتروح جايب ال a ماينس ال b، والحل اللي يطلع عندك تعمل له ملتبلاي. ماشي. طب تعالى نحلها، ما نحلهاش ليه؟ نحلها. اول حاجه ال a بلس ال b دي هيمشي من دوت، ما هو دي هتروح مع دي لان دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، يبقى عندنا هيدينا هنا الكيوب كام؟ ب 5، الكيوب روت لل 5. ده ال a بلس ال b. ماشي. طيب تعالى نخش على بعدها، ما دي a بلس ال b، لو جيت عملت a بلس ال b هيدينا الكيوب روت لل 5. طب اللي بعدها a ماينس ال b، a ماينس ال b يبقى كانها ملتبلاي a، هنغير الساين بتاع كل واحده في دولت، دي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف، تمام. طيب اما دي تبقى نيجاتيف ودي بوزيتيف، دي هتروح مع دي، ماشي، وهيبقى لنا دي ودي، هيدينا هنا 2 كيوب روت لل2، ودي برضو كأنها 2، ماشي، ودول ما بينهم ملتبلاي. يبقى الاولاني a بلس البي، ما دي كان بلس دي، يبقى روت 5 او كيوب روت 5 بلس كيوب روت 5 بيدينا 2، والكيوب روت 2 ماينس الكيوب روت 2 يطيروا مع بعض، يبقى دي هتطير مع دي. تمام، هنعمل لهم الماينس بيغير الساين، دي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف، فهنا بقى الكيوب روت لل5
ماينس الكيوب روت لل5 هيديني 0. الكيوب روت لل2 بلس الكيوب روت لل2 هيدينا 2 كيوب روت لل2. وده هيبقى الحل عندي. الحل عندي تبقى 2 ملتبلاي 2 4، واخد الكيوب روت موجوده عندي، و5 ملتبلاي 2 ب 10. وده يبقى الحل. تمام ماشي. هل في حل تاني؟ في حل تاني بس هيبقى طويل، هيبقى طويل خالص. فخلينا نفصص المساله دي. انا عندي ايه باور 2 ماينس بي باور 2. ايه باور 2 دي كانها كام؟ ايه باور 2 كانها حضرتك A بلس البي ملتبلاي A ماينس البي. A بلس البي اما جيت تعمل لها بلس دول مع بعضهم طلع لك هنا اهوت ال2 كيوب روت لل5. اما جيت عملت لهم ماينس مع بعضهم اداك كام؟ ال2 كيوب روت لل2. ماشي. بعدين عملت لهم ملتبلاي 2 ملتبلاي 2 4، خدنا الكيوب روت موجود، 5 ملتبلاي 2 ب 10. بس شكرا لكم، كفايه قوي كده.